نجي نحضروا الفقاص وبلا صداع الراس بلا فقصه بلا كثره العقص. هذا كان عندي كوموند وقلت نشاركو معكم، يستحق نشاركو معكم. كيتقطع بسهوله وبمكونات بسيطه وباسهل طريقه، جربوه وردوا عليا. وفي اول وصفه خديت واحد البول اللي غندير فيه 4 البيضات، وحده نطح وحده، زدت عليهم نص زلافه ديال سنيده، شويه ديال الملحه، وخلطت المكونات بالفوي. البيض ما خصوش يطلع لينا، غير ذوب لينا سنيده مع البيض. من بعد نزيدو نص زلافه ديال الزيت نباتيه. من بعد ناخذ واحد الساشي ديال فاني، ثم نضيف واحد المعلقه ديال النافع. زدت عليهم كاس ديال اللوز مقطع بهذا الشكل هذا، وثلاثه المعالق ديال الزنجلان اللي مصهد شويه ديال المزهر. صافي نحرك هاد المكونات واحد شويه ونزيدو الدقيق خديت 700 غرام، هي 7 الكيسان ديال العنبه. نزيدو معهم واحد الساشي ديال خميرات الحلويات ونغرب المكونات مزيان. وعلى حسب نوعيه الدقيق يقدر يدخل لكم حتى 8 ديال الكيسان. ومعلومه مهمه هي الفقاص راه ما كيتشدلكش، غير كنجمعوا العجين ديالنا. صافي من ما جمع لينا العجين نشكلوه بهذا الشكل هذا ونقسموه على 4 الخطرات، نشكلوه على شكل لي بودان بحال هكا. وناخذوا واحد البلاكه اللي غنفرشوا فيها بابي كويسون ونديروا فيها دوك لي بودان. ناخذوا شويه ديال البيض مع قهوه سريعه الذوبان، وبعد ما دوريتو غندير ليه ديك اللعيبات بالفورشيط، ندخلو الفران اللي بارد، نقص عليه الفران مزيان، نطيب حتى ديال الغاز 40 دقيقه وهو واجد. بعد ما نغطيوه ويرجع ليه داك الصاد نقطعوه وندخلو يتحمر من الفوق ومن التحت وبالصحه والراحه.